أهلا بيكم حبايبي، يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا المدارس على الأبواب ومحتاجين إن احنا نعمل لأولادنا حاجات كتيرة تنفعهم خلال العام الدراسي كله. فاحنا النهاردة هنبتدي بأول حاجة هنعملها. هنعمل بوريك الأفران بحشوات مختلفة. ممكن تغيري في الحشوات براحتك خالص. بتعملي كمية كبيرة وتحطيها في الفريزر في أكياس التلاجة، وبتطلعيها الصبح أو بتطلعيها من بالليل، بتلاقيها طلعت معاكي ورجعت أكنها لسه معمولة حاجة. فالنهاردة هنعملها بطريقة بسيطة، بطريقة سهلة، بطريقة اقتصادية، علشان تبدأي تعملي جهاز لأولادك بدون تعب وبدون أي مجهود. وطبعا تبعد عن أي حاجة غالية ما تشتريهاش. فاحنا هنعمله النهاردة بطريقة بسيطة، وحشوات طبعا انت حرة، ممكن تغيري فيها زي ما انت عايزة. يلا بقى بينا نسمي الله ونبدأ ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. طريقة التسوية وطريقة الحشوة، وازاي كمان نخلي اللون كده ظريف زي بتاع الأفران يمكن أحلى. وازاي نغلفها ونخليها في التلاجة، لما نيجي نستخدمها ترجع زي الأول وكأنها لسه طازة معمولة حالا. يلا بقى بينا نبدأ. وننسوش بقى الاشتراك لو الفيديو عجبك. يلا بينا. أول حاجة عندنا 4 كوبايات من الدقيق، وهنا الدقيق لازم يكون منخول. بعد ما نخلت الدقيق كويس أوي هنزل عليه بباكت من الخميرة أو معلقة كبيرة من الخميرة. بعد ما أحط الخميرة عندي كمان ذرة من الملح اللي هو نص معلقة صغيرة من الملح، وكمان عندي معلقتين من السكر أو معلقة كبيرة، تحط 2 صغيرين أو معلقة كبيرة. تمام. وعندنا كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر وربع كوباية من الزيت. تمام. بعد ما حطيت كل الكلام ده مع بعضه هبتدي أقلبه. طيب احنا بنلاحظ ان البوريك في الأفران بيبقى لونه غريب كده، لونه مدي يعني مايل للصفران او اللون الاورنج. فهنا احنا بنحط له حاجتين، اما بنحط له معلقه من الصلصه بتغير اللون، او بنص معلقه من بودره الزعفران. لو انت موجود عندك ده او موجود عندك ده حطيه. فانا ما عنديش صلصه النهارده فحطيت بودره الزعفران. هقلب الكلام ده كله مع بعضه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، ومدفيه شويه ميه تدفيه، مش الميه مش لازم تكون سخنه عشان ما تموتش الخميره. الميه بتكون يا دوبك فتره. هنزل بقى بالميه بالتدريج لغايه ما احس ان خلاص الدقيق بتاعي مش محتاج خلاص ميه. هستكفى بقى من الميه وابتدي اعجن. فانا دلوقتي هحط الدقيق ده. هنا كنت ناسيه بيكنج باودر فحطيت نص معلقه صغيره. هنزل بقى بالميه بالتدريج زي ما قلت لكم في الاول. وبعدين لما احس ان خلاص الدقيق بتاعي مش محتاج خلاص ميه هبتدي اعجن. بس هنزل بالميه بالتدريج عشان العجين ما يسحش مني وتبقى مشكله. انا كده حبايبي خلاص استكفيت من الميه فهعجنها، وبعد كده ارجع لكم تاني. عجينة العجينة عجن جميل جدا، خليها إن العجينة ناعمة. لو في عجان طبعا بتعمليها بالعجان، مفيش بتفضلي تعجني فيها لغاية ما تلاقي العجينة بقت ناعمة في ايديكي. هسيبها في حتة كده، هي عامة الجو حر فهسيبها كده على جنب لمدة نص ساعة ولا حاجة. وبعد كده أغطيها وبعد كده أرجع تكون خمرت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا ما بتاخدش وقت لان الجو مش متحمل، الجو حر خالص. هنفرغ الهواء منها ونطلع الهواء منها كده بالشكل ده كده، وبعد كده نشكلها. تمام. الاول كنا بنشكلها بنكورها وبعد كده بننفذ. المشوار ده عايز غلبة ومتعب. فالوقت احنا هنعمل حاجة سهلة جدا ما بتاخدش كمان وقت ولا مجهود. هناخد قطعة من العجينة ونفردها بالشكل ده كده، ونجيب قطعة مدورة طبق مدور على حسب الحجم اللي انت حباه. فممكن تعمليها صغيرة وكمان ممكن تعمليها كبيرة. فأنا هوريكم الحجمين، بس بوريكم العجينة في الأول. عجينة بجد تحفة، عجينة ناعمة وطرية وجميلة جدا. دي خدت وقت في يعني عجنتها كويس قوي، وكمان خدت وقت في التخمير. تمام. اديتي وقت العجينة في التخمير واديتي لها وقت كمان في ان هي في العجن، بتطلع معاكي جميلة وبتريحك. بالنسبة بقى للحجم، عندي طبق بالحجم ده كده، وممكن تجيبي قطعها أي غطا عندك، أي حاجة مدورة بالشكل ده كده. فأنا هوريك الكبيرة وهوريك الصغيرة وانت ليكي حرية الاختيار. بس أنا بفضل حجم الكبير، بيديك البوريك شبه بتاع الأفران، بيبقى كبير شوية شكله ظريف.
بصوا شايفين الحجم ده وشايفين الحجم ده، فانت حرة، هي حابة تعملي الحجم ده كده، حابة تعملي ده كده، براحتك خالص. تمام. بعد خلاص ما عملته بالشكل ده كده، هقطعه كل العجينة بالطريقة دي. وبالنسبة بقى للحشوات، تعال بقى نتكلم عن الحشوات ممكن تحشي ممكن تحشي جبنة سادة، جبنة فيتا، جبنة قديمة. كمان ممكن تقطعي فلفل قطع صغيرة جدا على الجبنة، بتدي طعم خطير. فدول 3 حشوات بصراحة أنا بفضلهم، فأنت حرة اعملي اللي أنت عاوزاه. فأنا النهاردة هعمل ال3 حشوات دول، بيدوا طعم حلو قوي جنب كوباية شاي كده. ممكن تدي لأولادك وهم رايحين المدرسة، يفطروا كده مع كوباية حليب أو كوباية شاي، براحتك خالص. المهم بعد ما حطيت بقى أنا ابتدي كده هحشي جبنة مع الفلفل، هحط كده في النص، وبعد كده هبتدي أطبق الطرفين على بعض بإحكام عشان الجبنة ما تطلعش بره. وبعد كده هسيبها كمان تخمر، يعني مش مجرد ما هنعمل الحركة دي ونحطها ندخلها في الفرن، لا، ده أنا هسيبهم كمان علشان يخمروا تاني. تعال نعمل واحدة كمان مع بعض. هنعمل بقى التانية بحشوة كمان مختلفة. هنجيب كده مش الحادق ده بيدي تطعيمة حلوة قوي. هنحطه كده في النص العجينة، ونبتدي نتني الطبقتين الطرفين على بعض، ونضغط جامد. أهم حاجة تضغطي جامد عشان الحشوة متطلعش بره. بعد ما ضغطت كده جامد هدوس عليها بقى من فوق، شايفة بدوس عليها ازاي، وبعد كده بقلبها. ده الشكل اللي احنا عاوزينه. بنحطه في الصينية زي ما قلتلكوا علشان يخمر تاني. كله هيتعمل بالطريقة دي. نعمل كمان واحدة جبنة، يبقى احنا كده عملنا جبنة وفلفل، وكمان عملنا مش، ودي جبنة سادة. فانت براحتك، انا بديك افكار وانت براحتك. ممكن كمان لو انت عايزة تحشيها زيتون بس، بتبقى حلوة زي الأفران بيبقوها بزيتون بس، فبراحتك. نقفل كده الطرفين زي ما قلتلك، ونضغط عليها كده من فوق، تبقى شكلها حلو قوي. شايفة شكلها؟ بس هنرصص بقى في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. مسحة بقى من فوق بالحليب، وبعد كده هنرش شوية سمسم، شوية حبة البركة اللي انت حابة تعمليه براحتك برضه. الحشوات او الحاجات اللي بتحطيها من فوق دي حاجات ذوقية، حاجات طبعا ما انت بتحبي ده كده، كل ده براحتك. انا بعد ما دهنت الوش كده حليب، مسحة من الحليب، حطيت كده شوية سمسم من فوق، وهسيبهم تاني عشان يخمروا، وبعد كده نرجع ونحطهم في الفرن. كده حبايبي وصلتنا انتهت، اللي عملنا فيها بوريك الأفران بحشوات مختلفة وبطريقة بسيطة جدا، تقدري تعمليها لأولادك ياخدوها معاهم في المدرسة. كده وصلتنا انتهت، أشوفكم بخير في وصفة جديدة. إلى اللقاء، باي باي.